هتلاقي الفرق ما بين القناعة والخنوع والتقصير هو بذل المجهود، لأن القناعة هي الرضا بالموجود بعد بذل المجهود، أو القناعة الاكتفاء بالعطاء بعد البذل والعناء. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم الصحابة معنى القناعة، فلما يكلمهم عن القضاء والقدر اللي المفروض نرضى بيه كان يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فيذكر العمل والمجهود الأول. لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن الرزق في السماء هو فعل الله، أما دورك أنت السعي في الأرض. ثم الرضا، ربك يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. النشور يعني الحساب، وذكر الحساب بعد آية الرزق عشان يقول لك إن سعيك على الرزق ده اللي هتتحاسب عليه مش على النتيجة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يشوف رؤية إنه هيعتمر، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فيجهز نفسه وهو في المدينة هو و1400 صحابي رايحين مكة عشان يعملوا عمرة بلدهم. وقبل ما يوصلوا لمكة تبعت قريش تقول لهم ممنوع الدخول، مفيش عمرة. سيدنا رسول الله يقول لا أنا هدخل، دي بلدي في سلام تام هنعمل عمرة. يقولوا له لا هنحاربك. فإذا برسول الله يتجهز للدخول، وتبرك ناقة النبي عليه الصلاة والسلام تقعد اسمها القصواء. فالصحابة يقولوا خلأت القصواء، يعني القصواء بتكسر كلام النبي. فقال النبي لا، ما خلأت القصواء، وليس ذلك لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. فيل أبرهة من فترة اللي كان جاي يهدم الكعبة مع أبرهة بركة قبل أبواب مكة، كأنها رسالة من الله ما تخشوش في خطر عليكم أو في شيء مش المفروض تعملوه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم إن بروك الناقة يشبه بروك الفيل، لا دي رسالة من الله مش هنخش. عمل اللي عليه وجات الرسالة نكتفي بهذا القدر. فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعونني قريش إلى خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أجبتهم. يعني لو هيعرضوا صلح يتمشى مع قيمنا أنا موافق عليه، الرسالة واضحة، أنا هرضى إن مفيش عمرة السنة دي. النصيب مفيش عمرة رغم إنك عملت اللي عليك، فلا تنازع الأقدار. وينزل قول الله عز وجل وهم راجعين من غير ما يعملوا عمرة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح كان دخول الآلاف في الإسلام أثناء فترة الصلح، صلح الحديبية. يبقى أنت لو عملت اللي عليك وموتت نفسك عشان تجيب شقة 150 متر وجاءت الأقدار إنها 100 متر بس، اقنع وارضى بما قسم الله. أنت بذلت المجهود، بكرة إن شاء الله تجيلك 150 متر. أرد ما أراده الله، ده يسميه عمر بن عبد العزيز الفقه الأكبر، القناعة، الرضا بالموجود بعد بذل المجهود، أو الرضا بالعطاء بعد البذل والعناء. أنت تعاتب نفسك وما ترضاش لو قصرت، لكن لو عملت اللي عليك الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، هو ما يعرفش أنه سارق. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على سارق، فقال الحمد لله على سارق، أنا عملت اللي عليا وطلع ما يستحقش. ثم خرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على زانية، فقال الحمد لله على زانية. ثم تصدق بصدقة فجاءت في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على غني، فقال الحمد لله على غني. كل ما أحط الصدقة بتاعتي ما تجيش عند أكتر حد يستحقها. كأنه كان متضايق شوية، فإذا به يقال له أما صدقتك فهي مقبولة، وصدقتك على سارق فلعله أن يستعف، وصدقتك على زانية فلعلها أن تستعف وتتوب، وأما الغني فلعله يعتبر بصدقتك فينفق مما أعطاه الله. يعني أنت صدقتك ما كانتش صدقة، دي كانت سبب في توبة ناس كانوا محتاجين يتوبوا، والغني يقلدك في الصدقة، فهي مقبولة بل ومؤثرة جدا، فارضى. يبقى لا تنازع القدر، لأن من نازع القدر ندم وتحسر. ذاكرت، تعبت، ما جبتش كلية القمة، اطمن ربنا مش هيضيع مجهودك، هيعوضك في رزقك ووضعك الاجتماعي اللي كنت بتحلم بيه. يا مساء السعادة، يا مساء الجمال على أحلى اخوات وأحلى صحاب في الدنيا. ازيكم أحبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، يا رب يكون يوم سعيد على الجميع يا رب، مليان بركة كده. بس هنصلي على حبيبنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله.
بدأت كده معاكم الفيديو وكنت باعمل غرفة الولاد الأول، بانضف غرفة الولاد وسِبتكم كده مع مصطفى حسني شوية عشان خاطر عارفة إن في ناس كتير جدًا بتحب يعني تسمعه. كان عندي لحمة مفرومة في الفريزر، طلّعتها كده وقطّعت طماطم وقطّعت فلفل، وهنعمل رقاق، هاعمل صينية رقاق ودي الحشوة بتاعته، وحطيت كده شوية ملح وسِبتهم يا دوبك هيتشوحوا مع بعض. باحط الطماطم في الرقاق لإن جوزي بيحبه كده، فبيحب محشي طماطم وفلفل مع اللحمة، تمام، سِبتهم يتشوحوا مع بعض. بُصّوا بقى، أنا هنا يعني ما كانش عندي لحمة، يعني شوربة لحمة أو حتى في الفريزر، فقُلت لازم أتصرّف، وكان عندي شوربة فراخ بس طبعًا الرقاق مش هيبقى طعمه حلو بشوربة الفراخ، هو أحلى حاجة بيكون بشوربة اللحمة. فأنا بقى إيه، كان بقى لي فترة ما نزلتش زي ما أنتم عارفين مش بانزل السوق كتير، فقُلت لازم أتصرّف شغّلت دماغي. المهم جِبت الصينية التيفال بتاعتي، حطيت السمنة، وبعد كده بقى إيه هاعمل إيه بُصّوا، حطيت شوية سمنة حلوين كده سمنة بلدي، وهابِل الرقاق مَيّة، مش هاحطه في شوربة، على فكرة طلع فظيع، طلع تحفة جدًا. أنا دايمًا على فكرة لمّا بيكون مش عندي شوربة ما باوقّفش نفسي، يعني باستخدم المَيّة في الرقاق عادي، وممكن برضه نعمل الرقاق من غير حشوة، تبِلّي 4 رقاقات كده وتحطيهم فوق بعض من غير حشوة أو حاجة، بتطلع عاملة زي الفطيرة بيكون تحفة برضه. المهم إن أنا حطيت بقى إيه كام طبقة كده يعني حطيت 3 أو 4 تقريبًا، وبقيت ضغطت عليهم جامد عشان يمسكوا في بعض. طبعًا أنتم عارفين كلكم صواني الرقاق دي سهلة جدًا، اضغطي عليها حلو، وحطيت كده رشة سمنة بلدي، بعد ما حطيت 4 رقاقات كده فوق بعض، وبعد كده هانزل بقى إيه الحشو بقى اللي أنتِ بتحشيه، بس أنا قُلت لِك طريقتي في الرقاق إيه، وباعمله على باعمله على البتاع دوّة البوتاجاز من فوق، مش باعمله في الفرن، تمام. وحطيت تاني إيه رقاق من فوق كده، وبدأت إن أنا أضغط عليهم جامد عشان يبقى ماسك في بعضه كده زي الفطيرة، وحطيت برضه إيه من على الوش كده شوية سمنة بلدي، تمام، وحطيته على عين البوتاجاز، مش حطيته في الفرن من جوّه، سِبته كده بقى إيه، وقُمت قُلت كنت عاملة خُشاف من الصبح، فخلاص بقى بُصّوا أنا داخلة قبل المغرب تقريبًا بنُص ساعة. أنا ما أعرفش إيه اللي بيخلّيني يعني بانسى نَفْسي برّه في الترويق وأدخل المطبخ متأخّر، بس الحمد لله لحقت برضه، ودي كانت أسهل حاجة أعملها، كانت صينية الرقاق دي أصلًا، فالحمد لله. أنا أصلًا كنت قايلة لجوزي مش هاعمل فطار. المهم ضبّطت الخُشاف بتاعي، وبعد كده جيت بقى إيه على الصينية بتاعة الرقاق قلبتها ورجّعتها تاني الصينية، وقُلت بقى إيه خلاص بقى كان المغرب بيأذّن، فجوزي قال لي: "خلاص أنا هاجيب فطار ما تعمليش حاجة." تمام، قال لي: "أنا هاجيب فرخة وكان في بقية الأكل بتاع امبارح." قال لي: "وما تعمليش حاجة." بس طبعًا أنا قُلت يا بت قومي ورّيه شطارتِك، وقومي كده جهّزي له أي حاجة وفاجئيه أول ما يدخل يتصدم. هو بقى بيحب الرقاق جدًا، فما كانش مصدّق بقى الصراحة إن أنا عملته، فكانت مفاجأة سعيدة جدًا بالنسبة له، فرح بيها. هو كان عامل حسابه إن أنا كان في بقية المكرونة والكبد والقوانص دي من امبارح، و وكان عامل حسابه إن هو يجيب فرخة مشوية وخلاص، يعني هو ده الفطار. فطبعًا بقى أنتم عارفين الزوجة المصرية ما بييجيلهاش قلب كده تنام إلا لو جوزها راضي عنها. جاب بقى الفرخة وجه، قُمت مطلّعة بقى صينية الرقاق بتاعتي بقى وفاجئته بيها، في آخر لحظة يعني طلعت في الآخر خالص. بس بقى وحطيت السلطة والطحينة بتاعتي. بُصّوا باعمل تَكّة حلوة أوي بقى على صينية الرقاق، بعد ما تستوي كده باقوم حاطة على الوش كده معلقة قشطة، والله يا بنات طلعت في منتهى الجمال، طلعت تحفة، 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 يعني الحمد لله. بالهنا والشفا، كان الفطار طعمه حلو يعني، فضل ونعمة من عند ربنا. عايزة أقول لكم سابوا كل الأكل وقعدوا ياكلوا في الرقاق بس. يالّا ندخل بقى نعمل الحلو على طول. إيه الحلو بقى؟ هنعمل قطايف. جبت المكسرات اللي عندي والسوداني وقمت مكسراهم كده، قلت بدل ما اطحن بقى في المطحنة وجع قلب على طول كده بالشاكوش، ودقيتهم وحطيت معاهم شوية ايه جوز الهند، وحطيت كمان قولوا معايا اللي هو اسمه العنب المجفف ده، نسيت اسمه ايه. زبيب، تمام. وده كان نص كيلو قطايف،
وقُلت بقى إيه، بُصّوا أنا باحب أعمل الحلو حاجة واحدة، مش باحب أقعد أعمل صواني وتتبقى لتاني يوم، يعني أنا مثلًا هي قطايف يبقى قطايف بس، كنافة هي كنافة بس، علشان خاطر إيه، كل يوم نعمل الحاجة تبقى حلوة كده وتبقى صابحة ويبقى طعمها حلو. حشيت القطايف بتاعتي بقى زي ما أنتم شايفين كده، وكنت حاطة بقى إيه، الزيت على النار، وعملت كمان الشربات. أنا ما جبتش معاكم الشربات تقريبًا، الشربات كلّكم شاطرين فيه طبعًا أهوّة. حطيت كوبايتين سكر على كوباية مَيّة على نُص ليمونة وسِبتهم على النار، وحطيت معاهم رشة فانيليا. هو ده كان الشربات، وسِبته بقى على النار وبعد كده إيه، لحد ما تقِل شوية، وحشيت القطايف لحد ما الشربات بتاعها خلص، ونزلت في زيت سُخن كده وحمّرتها على طول. بُصّوا أسهل مما يكون، اليوم كان بسيط وسهل. أنا باحاول إن أنا أصوّر لكم الحاجات البسيطة، عشان عارفة إن في ناس يا عيني بتقعد تقول إيه، أنا كسولة، أنا كل الناس بتعمل صواني وكل الناس بتعمل حلويات وكل الناس بتعمل. لأ، مش كل الناس على فكرة اللي بتعمل الحاجات دي، هتلاقيهم ناس قليلين. أنا واحدة من الناس بامشّي يومي طبيعي زي ما قُلت لِك، باعمل فطار وباعمل سحور بسيط، وباعمل برضه الحلو يكون بسيط والحلو يكون حاجة واحدة، عشان حرام الحاجة تتاكل وفي نفس الوقت بُكرة تعملي برضه حاجة تاني بسيطة، ما تقفيش تهدّي حيلِك في قلب المطبخ والأكل ما بيتاكلش، فحرام. المهم بقى طلّعت القطايف كده وسقيتها بالشربات بتاعها، وكان كده اليوم معاكم بسيط كده وجميل وحلو كده. قولوا رأيكم في الفيديو إيه، يالّا بقى لو لسه ما حطيتيش اللايك حطي اللايك الحلو بتاعِك واكتبي لي كومنت حلو زيِّك كده. بعد بقى ما خلّصت القطايف رشّيت كده عليها رشّة كده من المكسرات. وادي اليوم بتاعي النهارده كان سهل وبسيط جدًا. اكتبوا لي في الكومنتات عجبكم والّا لأ. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على خير. دمتم في أمان الله.